حبايب تيتا ميمي، ايه حكاية عريس كفر صقر وحكاية عروسته؟ من فضلكم حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تيتا ميمي الجديدة. العريس جرجر عروسته بطريقة مهينة وسابها وراح قعد على الكوشة، وهي أصلا ما عملتش أي حاجة. وهو لما يكون العريس متعصب أو الواحد متعصب ما يمسكش نفسه حتى قدام الناس في أهم ليلة في عمره. ولما تشير الموقف والناس انتقدوه قالوا ده هو مسحور، والعمل اتفك في ساعتها، ساعة ما سألوا الشيوخ وقالوا ده عمل. ولما شرب المية اتفكت نفس الوقت كده. يا سلام. والحكاية إن هو اتعامل مع عروسته بعنف قدام الناس في ليلة العمر، وهي ما عملتش حاجة خالص، وده غلط. بس باباها ما سكتش وأخد بحق بنته في ساعتها، والموضوع انتهى وتصافوا في ساعتها، والعريس والعروسة روحوا شقتهم. بس للأسف أكيد في النفوس شيء من الخوف وشيء من التوتر وشيء من القلق، مع إنهم اتظاهروا إنهم حلوين وبيحبوا بعض. بس الموقف كله عمره ما هيتنسي. وشفنا الميديا كلها وهي بتتكلم مش عاجبها الجرجرة بتاعت العروسة، والعروسة بعدها باست الإيدين إن اتجرجرت بيها، وهي حرة. وبتقول أنا ما كنتش هاممني وكنت عايزة بس أطمن عليه، وبصراحة قليل منك دلوقتي يا بنتي. وهي عايزة تمشي الموضوع وتمشي ليلتها اللي المفروض دي أحسن ليلة ليها في عمرها، وهي شكلها غلبانة، والعريس باين عليه بيذبح لها القطة زي ما بيقولوا. المهم إن الموضوع اتحل وتصالحوا، والعروسة راحت بيت عريسها وتصافوا مع بعض وباسوا ايدين بعض، ويا رب يكون خير. ونصيحتي لكل بنت أو شاب وقت الخطوبة، لازم تشوف خطيبتك أو خطيبك وهو متنرفز، هيبان على حقيقته وقتها. المهم عايزة أنصح العريس والعروسة، واسمعوني حبايبي علشان مصلحتكم. نصيحتي للعروسة، بتقولي بتحبيه ووفرتيله وسامحتيه، فانت كده بجد كويسة وعايزة تعيشي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وتكوني دي البداية إنك تتكلمي معاه وتقولي له وتعرفيه إنه يحترمك ويقدرك ويخاف عليكي وعلى مشاعرك، علشان انت هتكوني إن شاء الله أم أولاده. ونصيحتي للعريس حبيبي، باين عليها واحدة كويسة، فبلاش تهدم بيتك بعصبيتك وتدخل الناس في حياتك وتسمع مشورة حد، وحافظ عليها وعاملها بالحسنى عشان ربنا يكرمك ويوسع في رزقك ويرزقك أولاد صالحين.